السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحكي مع بعض قضية جيهان بنت من محافظة الجيزة من كفر هرمس. هنعرف الحكاية بالتفصيل، بس ما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، واللايك والشير. ويلا بينا نبدأ. بالتحديد في سنة 2017 بيتصل أهالي كفر هرمس برجال الشرطة وبيبلغوا عن حريق داخل شقة سكنية، ولما رجال الأمن بتوصل بيطفوا الحريق وبيلاقوا جثة متفحمة داخل الشقة. يا ترى جثة مين وإيه سبب الحريق؟ خليكم معايا للنهاية علشان تعرفوا كل التفاصيل. في يوم كان في بنت اسمها جيهان عندها 38 سنة. البنت دي كانت جميلة جدا، وكان كل يوم بيتقدم لها عريس، وفعلا بتوافق على عريس منهم، بس هي ما كانتش بتحبه، بس كانت عايزة تتجوز وتخرج من بيت أهلها بأي طريقة. لكن بعد جوازها بيحصل مشاكل كتير بينها وبين جوزها بسبب طلباتها الكتير. وفي يوم بتتعرف جيهان على شخص وبتنشأ ما بينهم علاقة حب، وكمان بتتطور وبتوصل لعلاقة غير شرعية. وساعتها بيطلب منها الشخص ده انها تطلب الطلاق من جوزها علشان يتجوزها، وفعلا جيهان بتروح تطلب الطلاق من جوزها، لكنه بيرفض لانه كان بيحبها، وحاولت كتير معاه لكنه كان مصمم على عدم الطلاق. وساعتها بتروح جيهان ترفع قضية خلع على جوزها، وبتحط عنوانها غلط علشان ما يروحلهوش محضر بالقضية، وفعلا بيتم الخلع وبتكسب القضية. وبعد شهور العدة بتتجوز جيهان الشخص اللي كانت على علاقة بيه، وبتجيب منه بنت وبتسميها جنى. جيهان كانت مسيطرة جامد جدا على جوزها، وما كانش بيقدر يرفض لها أي طلب، لدرجة إن الناس كانوا بيقولوا إن هي سحراله، بس في الحقيقة هي حبته واتجوزته بسبب إن ظروفه المادية كانت أحسن من ظروف جوزها الأولاني بكتير. وفي يوم جيهان بتتصل بأبو بنتها وبتقوله التكييف مش شغال والجو حر جدا، وعلى طول بيتصل جوزها بفني تكييفات علشان يروح يصلح التكييف. فني التكييفات وهو بيصلح التكييف جيهان بتبدأ تتكلم معاه وبتعرف ان هو صاحب المحل، وجه بنفسه لان ما كانش فيه حد موجود معاه في المحل. وساعتها بدأت جيهان طريقتها تتغير في الكلام، وبدأت تتكلم بطريقة ما يفهمهاش غير الرجالة، وكلمة ورا كلمة عرفت ان اسمه اسلام وانه من عيلة الوكيل وانه ميسور الحال. جيهان بدأت ترسم على اسلام وخدت رقم تليفونه، وبدأ يبقى فيه كلام ما بينهم، وبدأت تعمل معاه زي ما عملت مع جوزها اللي هو ابو بنتها، لحد ما وقع اسلام في حبها، وكان اصغر منها بحوالي 12 سنة. بس اسلام ما كانش بيفكر في فرق السن ده لانه كان بيحبها. وفي يوم حبت تختبر مدى حب اسلام ليها، وقالت له ان هي مش قادرة تبعد عنه، وان هي هتطلب الطلاق من جوزها علشان يتجوزوا. وبيوافق اسلام على طول بدون اي تردد، وفعلا بتعيد نفس السيناريو للمرة التانية مع ابو بنتها، وبترفع عليه قضية خلع بعد رفض الطلاق للمرة التانية. جيهان بتخلع ابو بنتها بنفس طريقة خلعها لجوزها الاولاني، وعلى طول بيروح اسلام يكلم ابوه ويقوله ان هو بيحب واحدة وعايز يتجوزها. وطبعا بيسأله ابوه مين العروسة، واسلام بيقوله على جيهان، وبيقوله على كل ظروفها، وبيحاول يفهمه انها ضحية جوازتين فاشلين. لكن ابوه ما اداهوش اي رد وقال له سيبني افكر. وبيروح ابو اسلام ويبدأ يسأل على جيهان، وبيعرف ان هي ست سمعتها مش كويسة، وعرف كمان انها عزلت من سكنها الاولاني بسبب ان الجيران اتخانقوا مع جوزها بسبب الرجالة الكتير اللي كانوا بيزوروها في غياب جوزها، وانها كمان بتتاجر في المخدرات. ابو اسلام قال له على كل اللي عرفوا عنها، لكن اسلام ما اقتنعش بكلام ابوه وكان مصمم على رأيه. وفي يوم اسلام بياخد جيهان وبيسافر اسكندرية وبيتجوز هناك، وبيرجع بجيهان وهي مراته، وبيقول لابوه ان هي حامل وفي الشهر الخامس. ابوه بيقول له ازاي حامل في الشهر الخامس وانتوا متجوزين بقالكوا شهرين بس؟ رد وقال له الحمل حصل في شهور العدة. وساعتها ابو اسلام بيطرده ويقول له انا ماليش عيال، وبيرجع اسلام اسكندرية هو وجيهان، وبتخلف جيهان البنت التانية وبتسميها جوليا. وبعد سنة جيهان بتعرف ان امها تعبانة،
وساعتها بتطلب من إسلام إنهم يرجعوا الكفر تاني جنب أهلهم، وفعلا بيأجروا شقة وبيرجعوا يعيشوا هناك تاني. إسلام بيبدأ يركز في شغله ووضعه بيتحسن أكتر من الأول، وبيبدأ يجيب ناس تساعده في الشغل. إسلام كان بيسافر كتير وبيسيب المحل في عهدة الصناعية اللي شغالين معاه، وهما كان إيهاب المصري عنده 23 سنة وكريم عنده 19 سنة. وفي مرة إسلام كان خارج بعد الشغل هو وجيهان، وقابل إيهاب اللي شغال عنده وعرفه على جيهان. هنا بدأت نظرات الإعجاب بين جيهان وإيهاب، ومرة على مرة اتطورت العلاقة بين جيهان وإيهاب وأصبحت علاقة غير شرعية. وبيتعاد السيناريو للمرة التالتة، وإيهاب وجيهان ما بقوش قادرين يبعدوا عن بعض. وفي يوم بتروح جيهان المكتب لإسلام، وأبو إسلام كان هناك وبيلاحظ النظرات المتبادلة بين إيهاب وجيهان، وحاول ينصح ابنه، ولكن إسلام ما كانش بيصدق أي حاجة على جيهان، زي ما يكون مغيب. وده حال أي راجل بيدخل حياة جيهان. وساعتها ابو اسلام بيزعقله وبيقوله انت بتتغفل ونهايتك هتكون على ايديها. اسلام كمل حياته ولا اكنه سمع اي حاجة ولا حتى بدأ يشك فيها. وفي الوقت ده كانت جيهان بتحط منوم لاسلام في العصير او الشاي، وبعد ما تتأكد ان اسلام نام كانت بتتصل بإيهاب وبيروح لها. وطبعا باقي السيناريو معروف، بس المرة دي السيناريو كان مختلف شوية. مش بتفكر في الطلاق، لا هي بتفكر ان هي تخلص على اسلام خالص علشان تورثه، لان ايهاب كان فقير وما كانش معاه فلوس، وهي كانت بتحبه جدا. ففكرت ان هي تخلص على اسلام وتاخد الفلوس وتتجوز هي وايهاب ويعيشوا حياتهم. وبدأت تحط الاسلام كل يوم في الشاي شريط ترومادول، ولكن ما كانش بيأثر مع اسلام، وفكرت في قتله. واتفقت مع ايهاب وكريم على قتل اسلام مقابل 10,000 جنيه، وبكل خسة وندالة بيوافق إيهاب وكريم. ويوم الواقعة بتحط جيهان المنوم في الشاي، وبعد إسلام ما بيروح في النوم بتشاور من الشباك لإيهاب وكريم إنهم يطلعوا، وفعلا بيطلعوا وبيدخلوا الأوضة على إسلام وهو نايم، وبيضربوه، واحد بالشاكوش وواحد بشومة، ومش بيسيبوه غير وهو ميت. ولما اتأكدوا إن هو مات خدت جيهان بناتها وراحت بيت أهلها وقالت لهم إن هي اتخانقت مع إسلام وسابت له البيت. وتاني يوم جيهان بتقابل كريم وإيهاب علشان يتحاسبوا ويكملوا باقي الخطة، وفعلا بيروحوا الشقة تاني يوم علشان ينقلوا جثة إسلام لأي مكان، ولكن بيلاقوا الجثة منتفخة جدا وصعب نقلها. وساعتها بتقرر جيهان ان هي تولع في الشقة، يبان ان إسلام اتحرق ومات بسبب حريقة الشقة. وفعلا ولعت في الشقة ونزلوا بسرعة واختفوا من قدام البيت قبل ما حد يشوفهم. وعلى طول الجيران بيبدأوا يلاحظوا خروج الدخان من الشقة وبيحاولوا يطفوا الحريقة، وبيتفاجئوا بوجود جثة إسلام داخل الشقة متفحمة. وعلى طول الجيران بيتصلوا بجيهان علشان يبلغوها بالحريقة، وبتتصل جيهان بوالد إسلام وبتعرفه، لكن هو بيرد وبيقول لها انت قتلتي ابني وولعتي في الشقة. ولما ابو اسلام وصل الشقة لاحظ ان جثة ابنه منتفخة وان في كسر في الجمجمة. ولما رجال المباحث وصلوا امروا بتشريح الجثة. ابو اسلام اتهم جيهان وايهاب بموت ابنه، وعلى الفور تم القبض عليهم، ولكن انكروا صلتهم بالجريمة. ولكن علشان ربنا اراد ان الحقيقة تبان، كان في كاميرات موجودة في البيت اللي قدامهم وصورت دخول وخروج ايهاب وكريم قبل وقوع الجريمة. التشريح اثبت ان اسلام كان واخد كمية كبيرة من الترامادول، وساعتها جيهان قالت في التحقيقات انها كانت طالبة الطلاق من اسلام بسبب انه كان مدمن مخدرات. ولكن بعد الضغط عليهم اعترفوا بتفاصيل الجريمة، وتم الحكم عليهم بالإعدام وتم تنفيذ الحكم. وكده خلصت قضيتنا. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.